سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في وصفه تاع اليوم. جبت لكم غوستات تاع لي سينامون رولز. هما يجوا كوم دي بريوش بالقرفه والسكر بكريمه الجبن، بزاف بزاف بنان، يجوا خفاف. يعني وصفه هايله، ان شاء الله تتبعوها حتى لاخر الفيديو ونتمنى تنال اعجابكم. بالنسبه للمكونات اللي راح نحتاجهم للوصفه، عندي 75 غرام زبده تكون دايبه، عندي 2 حبات تاع البيض، مغرفة كبيرة تاع السكر، مغرفة صغيرة تاع خميرة الخبز مع 2 مغارف كبار سكر، رشة تاع ملح، مغرفة صغيرة لافاني، مغرفة تكون شوية كبيرة تاع خميرة كيميائية، كاس تاع الحليب يكون دافي، و4 كيسان تاع فارينة. نحط كاس تاع الحليب دافي، نزيدلو السكر والخميرة ونخلطهم مليح ونغطيهم ونخليهم يتفاعلوا 5 دقائق. راح نحط 3 كيسان تاع الفرينة، والكاس الرابع نخليه في الاخر ونشوف. نزيد الملح، الخميره كيميائيه ولافاني، نخلط كلش. هنا الخميره تاعي بعد ما تفاعلت نضيف لها 2 حبات تاع البيض، ونزيد تاني المارغرين دايبه. نخلط كامل هاد المكونات ونضيفهم في الوسط تاع الفرينه. راح نبدا نجمع في العجينه تاعي. هنا بعد ما نجمعوا العجينه تاعنا راح تكون شويه تلصق، راح نحطها نغطيها نخليها تريح 5 دقائق ونرجع يعني نعجنها هكذا. بعد مرور 5 دقائق شوفوا راني نعاود نخدم فيها مليح بيدي حتى نتحصل على عجينه تكون ليس يعني ما تلصقش. راح نغطيها نخلوها تخمر ساعه. هنا عندي هذا خليط تاع القرفه اللي راح نستعمله في السينامون تاعي. فيه 2 مغارف كبار تاع الكاكاو، 2 مغارف كبار قرفه، نص كاس سكر بني راهو يتباع في المحلات، ونص كاس سكر العادي. خلطتهم. وهنا تاني عندي معاهم 100 غرام تاع زبده تكون ضريه يعني بدرجه حراره الغرفه. نولي العجينه تاعي نكسر لها الخميره وراح نحي منها ميم با النص، راح نشكلهم نديرها كريات صغار، والنص هذا الكبير راح نفتحه على شكل مستطيل وندير لي سينامون تاوعي هادوك اللي يجوا غولي. رشيت الفرينه وفتحتها، نفتحوها تكون شويه رقيقه ما تخشنوش العجينه تاعكم هكا. بعد ما فتحتها على شكل مستطيل نجي نحي لها هادوك لي شوت على الاطراف وندير لها كامل على الوجه تاعها المارغرين تكون طريه. قلت لكم 100 غرام. راح نخليكم مقادير في صندوق الوصف. من بعد رشيت عليها خليط تاع القرفه والسكر، نبدا نرولي فيها بهذه الطريقه ونقطعهم بالموس يكون حاد هكذا. نجيب بلا تاعي كنت درت له بابي كويسون، راح نحطهم ونخلي مسافه بيناتهم باسكو راح نغطيهم نخليهم يخمروا قبل ما ندخلهم يطيبوا. هامليك البنات لي سينامون تاعي بعد ما خمروا عندي دوكا راح نشعلهم من التحت وندخلهم يطيبوا. وهذيك العجينه اللي نحيناها راح نشكلهم كريات صغار يعني. من بعد راح ندخلهم هكا في الزبده تكون دايبه، من بعد في خليط تاع القرفه والكاكاو والسكر. كيف نفس الشيء نحطهم في بلا كيما هكا وندخلهم يطيبوا. دوكا نروح نحضر صلصه الجبن. راح نسحق فيها، انا استعملت هذا الفرomاج ريجيم، نسحقو كاس ونص تاع الفرماج، نزيد له 2 مغارف كبار تاع الزبده، مغرفه صغيره تاع لافاني، الى عندكم ليكيد من الاحسن ديروا ليكيد. نخلطهم مليح بالباتور، بعد نضيف لهم كاس تاع السكر الناعم سكر غلاس و2 مغارف كبار تاع الحليب. نكمل نخلط بالباتور حتى نتحصل على هاد الصلصه اللي تجي بزاف بنينه. راح نخرج لي سينامون تاعي، شوفوا بعد ما تحمروا مليح خليتهم يبردوا. من بعد درت لهم الفوق هذيك لاصوص تاع الفرomاج اللي حضرتها معاكم. وهنا التزيين يقعد اختياري، استعملوا واش حبيتوا، تقدروا ما تخلوه هكاك. انا راح نكملهم ونجي نوريهم لكم في طبق التقديم.
اي فوالا البنات، هاهم لي السينامون رولز تاعي بعد ما كملت زينتهم. وهادوك اللي درتهم كريات صغار زينتهم بنفس التزيين، درت لهم لاصوص فخوماج، يجوا بزاف هايلين، عجينه خفيفه كي القطن. دوك نقسم معاكم الحبه تشوفوا، يجوا بزاف خفاف. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، تجربوهم وتبعتوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء، نتلاقاو في الخير ان شاء الله. ما تنساوش تخلوا لي ابوني وبيان سور تفعلوا الجرس. الى اللقاء، نتلاقاو في الوصفه القادمه.